في كومنتات كتير بتجيلنا ان احنا مش مشجعين باريس سان جيرمان والسيتي. انت ايه رايك؟ دي حلاوة الكورة، ان ممكن تلاقي فريق فجأة طلع بكرة حلوة فانت تقوم مشجعه، زي اي سي ميلان زمان في ناس كتير بتشجعه، بس دلوقتي مش هتلاقي كتير غير ناس قليلة جدا. ودي حلاوة الكورة، ان في اي سن ممكن تلاقي فريق جديد طلع زي بيراميدز. انت ممكن بعد شوية سنة سنتين هتلاقي ليه جمهور كتير جدا. وهي دي حلاوة الكورة، ان في فرق ممكن تطلع فجأة، في فرق ممكن تنزل انت ممكن تتوقع ان هي تحصل. يعني انت دلوقتي السيتي عشان معاه بيب جوارديولا هو بيلعب كورة حلوة وتاكتكس، فتلاقي ناس كتير بتشجعه. ممكن لما يمشي سنة سنتين وتلاقيه وحش وتقول ده وحش مش هتشجعه. في كومنت جالنا بيقول لنا تعرفوا ايه رونالدينيو؟ في حد ما يعرفش رونالدينيو ده؟ هو كان مع برشلونة بيهين المدافعين، ده بيهين سيرجيو راموس، كان امهر واحد ساعتها في العالم. ايوه، وكمان قدر يتفوق على زيدان ورونالدو الظاهرة، قدر يتفوق عليهم، هو اللي كسب البالون دور، فدي محدش كان ممكن يتخيلها ان هي تحصل. وبرضه ميسي بدأ برونالدينيو شوية 5-6 ماتشات كده مع بعض، كانوا بيحبوا بعض قوي. ميسي ورونالدينيو كانوا بيعملوا بساط غريبة مع بعض، كأنهم متفقين قبل الماتش الكورة هتجيلهم ازاي. بالظبط. في كومنتات كتير بتقول ان احنا قدوتنا لامين يامال. ماشي، احنا قدوتنا شايفين ان لامين يامال هيكون واحد زي ميسي. انا شايف ان هو هيطلع زي ميسي وممكن احسن، زي ما كان من 20 سنة ناس كانت بتقول ميسي ورونالدو هيطلعوا احسن ناس، وفعلا ممكن عادي لامين يامال ومبابي يكونوا طالعين، فعادي اي لعيب ممكن يوصل لحتة عالية جدا يعني. ودول اللي احنا شايفينهم الاساطير بتوع الزمن الجديد. فعلا انا شايف كده برضه، ممكن يبقوا يكسبوا بالون دور برضه كتير. لا، لامين يامال بسنه ده هيكسب بالون كتير طبعا. يعني عنده 17 سنة وكسب اليورو وكان احسن واحد في البطولة. بالظبط. ده لامين يامال هيبهدل الناس السنين الجاية، مش هيسيبهم في حالهم. ده هيحتل البالون دور اللي في العالم كله. يعني ممكن بالون دوري كده لمبابي وبيلينجهام وفينيسيوس. بس عشان لامين يامال اصغر يعني منهم بحبة، 4 سنين ولا حاجة. بمناسبة بقى البالون دور، تخيل مين اللي هيكسبها؟ تفتكر ان هما دلوقتي فينيسيوس وبيلينجهام ولامين كده، ولا ميسي هينزل من حتة غريبة ياخدها؟ حاسس برضه اصل ممكن يقول لك ده ميسي خد الكوبا يلا بينا نديها له. ده ميسي ممكن يفتكروا برضه ان ميسي خد الكاس العالم من 2022 فيديها له. ممكن اي حد بيقول لك كده. يا جماعه كريستيانو عم الجميع، يا جماعه قولوا في الكومنتات مين اللي عم، عشان تعرفوا بس ان في كتير قوي من الكومنتات هيكتبوا كريستيانو عم الناس. طب هنشوف بقى ان ميسي هو اغلب الكومنتات. هنشوف. احنا بس حبينا نرد على الكومنتات اللي جات لنا في الحلقات اللي فاتت، وشكرا. مع السلامة.